قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أَحْلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إلا بالعافية والسلامة وهجكنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا خصوصا روح الحبيب علي بن محمد بن حسن الهبشي ثم إلى روحي صاحب الحول كهجي هاشم رافي وزوجته ثم صاحب الحول كهجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى كهجي جاسم مرسل وزوجته كهجي عبد الحليم بن جاسم كهجي معروف عارف ووصولهم وفرهم ثم صب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا من سورة الواقعة وسورة ياسين والإخلاص والمعوذتين وما هل لنا من قول لا إله إلا الله وما سبحناك اللهم بحمدك وما صلينا وسلمنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أعمال الصالحات في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها
سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عكسة والبقي المقدم جميع ساداتنا لبا علوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعاقل بن سمكت برباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والإمام البخاري والإمام زين الدين المالباري قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم الحبيب المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه ولادي عمر مهضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جد الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن والحبيب سالم الحبيب أبو بكر الشاطري وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي كبير والحبيب محمد الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب شيخ بطو بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا قبو ناقوم والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر والفقيه ملان والحبيب صالح أحمد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب محمد الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار سلام ببنونgan ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سلم وزوجتي صاحب الحول كي هجي هاشم رافي وزوجتي وصاحب الحول كي هجي عبد الله محسن وزوجته وأصوله وفرسوسهم وفرهم ثم إلى ركيه عبد الحليم جاسم كهجي معروف عارفه وصول وفرهم ثم إلى روحي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجتي الجاد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الفاتحة على من سلفنا الصالحون وعلى ما نوى حبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. آمين. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك السلام
السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك من رب السماء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين
منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى ريح أجيب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه سبحان الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله يا عليه لقلب سروره
قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله وأشهد عليه أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفره أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما عليه أعظم منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه روح المصلي عليه به فينبسط في قلب نرسل تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف فيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسلة في بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أسرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه هل تذكر ديك الرجل إذ قد جعل للرحمة فيضا معطاء عن يوم الساعة قد سأل فأجاب أهيأت العمل ماذا أعددت سوى الآمل فأجاب أهيأت العمل ماذا أعددت سوى الأمل فأجاب السائل لم أكسر صوما وصلاة وجلا لكني أحببت الله قد سرت بحبه أواها وأحبك يا خير الناس أشواقي بلغت أقصى
أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولانا هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا النور يداعب أجفاني في الليل فأعرف ألحاني النور يداعب أجفاني في الليل فأعرف ألحاني وأرتل آية القرآن وأرتل آية القرآن وأطير إلى الدنيا الأنس هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا يا الإيمان أيا حلما في وصفك أعنيت القلم يا الإيمان أيا علما في وصفك أعطيت القلم دنيا الإيمان أيا حلما في وصفك أعنيت القلم يا الإيمان أيا حلما في وصفك أعطيت القلم أحياك سعيدا مبتسما أحياك سعيدا مبتسما بقلبي وارضى أمتك أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا جينا المدينة لنزور نبينا جينا المدينة لنزور نبينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة الله نزور نبينا الله المدينة الله نزور نبينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة حضرة بالباب حباب الأعداء بالحضرة بالباب حباب الأعداء وغمرنا النور الله الله من رب غفور الله 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 غمرنا النور من رب غفور لدى أعلى النور ربي الأرباب
جنى الجواب بالنبي الشفاعة يا نبي جل الجواب بالنبي كل الشفاعة يا نبي جنى الجواب بالنبي كل الشفاعة يا نبي جنى الجواب بالنبي الشفاعة يا نبي جل الجواب بالنبي كل الشفاعة يا نبي جل الجواب بالنبي الله 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 طلب الأحبة دوما مجاب طلب الأحبة دوما مجاب الله 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 نزور نبينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا صلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن القلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي عليه يصل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله وقال أخرج عبد عليه الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صل يا أبي عليه. وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل صلى عليه. الله عليه وسلم نام من نور صلى الله قد ورد من عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق آخرهم في البعث صلى الله عليه بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله استودع عليه هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين صلى الله فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله حتى عليه وصلت يد العلم القديم إلى من خص بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عبد عليه. المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا سلم عبد الله فألقاه إلى بطنها بطنها صلى الله وضمت عليه أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله فحملت عليه. بعناية الله كما ورد عنها حملا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقربت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله
وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب طور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله ظهر عليه. الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فأظهرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد عليك يا حبيب
يمني غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله يا رب آمين عليك صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع
علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. وكريم النار وحمي النار وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولد ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختولا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك الأشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه فأعضى له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم البست وضجعت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت قائلا عليه يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله وأصرف ذلك عليه عني ثم عاوذني الرب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله قال فلم يكن عليه حديث مني على بال حتى بعثه الله
فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرعه عند مولاه صلى الله وأن عليه الهداية في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم. وقال رضي الله عن سفيان الثوري قال كل معصية عن شهوة فإنه يرجى غفرانها وكل معصية عن الكبر فإنه لا يرجى غفرانها لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر وزلة آدم كان أصلها من الشهوة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Nasaihul Ibad beliau mengatakan setiap maksiat yang asalnya dari syahwat, tekanan daripada syahwat, rayuan daripada syahwat, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat tadi itu masih bisa diharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ebri akal ebri syahwat. Mon maksiatnya kesumber dari syahwat, tak mampu menahan syahwat. Ekuasain kelaban syahwat, eliputin kelaban syahwat, maka maksiat neka ki kemungkinan harapan seorang tining Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap maksiat wa kullu maksiatin anil kibir, adapun maksiat yang asalnya daripada kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, ya. Setiap maksiat anil kibir tak nampak nih maksiat nih. Mabuk, zina, judi katalah. Tapi mohon maksiat merasa lebih baik, takabur ini maksiat hati nih. Apa kata maksudnya Ats-Tsauri? Fa innahu la yurja ghufranuha. Sesungguhnya maksiat yang berasal daripada kesombongan, maka tidak ada harapan untuk diampuni. Lianna maksiata iblis kana asluha anil kibir, karena sesungguhnya maksiat daripada iblis asalnya daripada sombong. Cak tanya ibadah ke iblis. Cak tanya ilmu ke iblis. Oh di ini swarga. Oh di swarga tak tanggung iblis ini kah? Oh di swarga. Swarga ini ada maksiat sama sekali. Karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam, merasa lebih pantas, lebih patut untuk mendapatkan, lebih layak mendapatkan penghormatan. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan, aku lebih baik daripada Adam, merasa lebih baik daripada Nabi. Sampai detik makin, sampai kiamat, mulai detik ni ke sampai hari kiamat, iblis hendak potona anak potona iblis elaknat dina Gusti Allah sampai hari kiamat ben tak bakal masuk surga. Makan tak oleh ngelaknat ke orang, hatta orang kafir. Mungkin bisa oleh hidayah masuk Islam. Malun je, matur oleh laknat, tak oleh ngelaknat orang ni. Saya laknat cuma iblis, Pak. Mungkin hanya manusia. Hatta orang kafir kemungkinan oleh hidayah masuk Islam, mati husnul khatimah. Padahal saya tahu akhir manusia ni. Wazallatu Adama kana asluha minasyahwah, sedangkan tergelincirnya daripada Nabi Adam tandi salah, tandi dosa. Hanya tak mampu kuasai kelaban pangeterun. Nabi yang di dosa, maksum. Setiap nabi bebas daripada dosa. Sobung cerita Nabi yang di dosa. Tapi ini menunjukkan bahwa manusia Abul Bashar, bapak daripada manusia, Nabi Adam pun pernah tergelincir. Wajar manusia ini tergelincir. Para nabi maksum, para anbiya maksum,
Para aulia mahfuz, terjaga, tak sampai ngelakuin dosa raja. Nabi Adam karena tergelincirnya kesalahan daripada Nabi Adam dikuasai oleh syahwat, rayu bi Nabi bi Siti Hawa. Tak kuat rayuan, tak kuat pengetero, ben hasud bisanya iblis ini kan. Orang yang pertama kali hasudnya ke iblis ke Nabi Adam. Karena tak terima iblisnya kayak tondung dari swarga, tak terima mon Nabi Adam ke ibadah dalam swarga. Iblis tondung dari swarga dalam kebadan ada enggak? Ada enggak terus tanangah tasbik, yakni ngapurancang sini kan. Ada enggak di atas, makanya makruh. Monatu aja senikah. Buka. Kecuali di tanangah kancana sunnah. Ikala tanang kancana di tasbik. Di tanangah kancana mon salaman semua abid terus dengkundeng mutabe tonton senika bi kancana sunnah. Nabi senang senikanya. Tapi mon tanangah tibi hokoma makruh karena nyeropanin dek iblis. Iblis ada enggak terus tanangah senika. Kita bi Nabi Adam nunduk. Nabi Adam nunduk menyesali perbuatannya, ngakonen deka kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus doa nih ke Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus akhirnya pas terima taubat dening Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Ibu Hawa berkesempatan masuk surga pasti bonan. Lah mangkana setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat kemungkinan kayak sapora, tetapi setiap maksiat saya bersumber daripada kesombongan dalam hati kan. Dayur jauh fronuha. Contohnya iblis. Nah, tadi saya datang majelis nikah. Orang yang paling merasa paling banyak dosana, orang yang paling merasa banyak takelerona, banyak semakin dalam perasaan nikah semakin nikah itu pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mula arwah pada bi orang pada pai saya datang pada bai salah kapi. Oleh yang tak banyak yang mau datang ke situ majelisnya yang ngebatih kesombongan tertutup maka tak mungkin Allah Ta'ala bakal ngiseh kelaban beda saya tertutup nika. Oleh karena itu ngebatih mau ke majelis dia ngebatih niat atau bot ke majelis niat atau akan reng tua ke majelis asma ke Gusti Allah berharap syafaat Rasulullah SAW atau pada dalam atin Pak Roma sebanyak salah banyak dosa maka neka orang yang paling tetipu pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Termoga manfaat, termoga sifat-sifat saya tercela neka buang dari ateh kun panjenengan sehingga teti ateh saya selamat daripada kesombongan, ateh saya selamat daripada iri dan dengki. Amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في إبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك
أجمعين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمت درار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي.